مات فلان كلمة تتردد في كل وقت وآن، وتطرق الأسماع في كل حين، تغير مجرى الأحداث، وتشكل منعطفا في الواقع وصدمة في الحال. ففلان هذا كان قبل يروح ويجيء، يحلم ويتمنى ويأمل ويطيل الأمل، ويتقلب في دنياه وفي بيته وبين أولاده وأسرته. لقد كان يأمر وينهى ويمشي في الأرض مرحا، فإذا به قد أسلم الروح إلى باريها، وغدا جثة هامدة شاخص البصر، لا يملك لنفسه شيئا ولا يقدر على شيء. في هذه اللحظة لم يعد الموظف الكبير وصاحب السلطان العظيم، نزعت الألقاب وسقطت النياشين، خرج من منزله الواسع وقصره المنيف بلباس البياض إلى حفرة يهال عليها التراب. وحين ترى فلانا مسجا جثة هامدة لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، تتبين لك حقيقة ضعف الإنسان مهما تكبر، وعجزه مهما تعالى. فمن يرى نفسه الأرقى نسبا والأرفع حسبا والأكثر مالا والمتغطرس والمتعالي، هذه نهاية قصته في الحياة الدنيا. يحتضر الإنسان فيتحلق حوله أهله ويرون حاله ويرمون إنقاذه، يطلبون الطبيب ولسان الحال ولم أرى الطبيب اليوم ينفعني، فهذا الأجل مكتوب والأمر محتوم. بل تقف البشرية كلها عاجزة بما تملك من علم، وهي حريصة على الحياة، أن تؤجل الأجل ساعة من نهار أو لحظة من زمان. إعجاز إلهي وقدرة خالق. قال في محكم التنزيل: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. متى الموت؟ أين تقبض الروح؟ حجب ذلك كله في صحيفة الغيب. لقد أصبح فلان في عداد الموتى، فهو لن يذهب غدا إلى وظيفته، ولن يجلس على مكتبه، ولن يحتضن أطفاله، ولن يلقى أحبته وأصدقاءه. لقد طويت صحيفة عمله وطويت معها آماله وأحلامه، وغدا المال مال الورثة والبيت ضمن التركة، فالموت فاجأه بلا استئذان. وهذا حال كل إنسان: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. مات فلان خبر يوقظ القلوب ورسالة تذكير بالمآل المحتوم. قال عمر رضي الله عنه: كل يوم يقال مات فلان وفلان، ولا بد من يوم يقال فيه مات عمر. مات فلان خبر مفجع، وهو أشد وقعا وأوجع حالا حين يتعلق الأمر بأحد والديك أو ولدك أو أخيك أو صديقك الحميم. والناس يتفاوتون في تحمل الصدمة عند تلقي الخبر على قدر إيمانهم، وبقدر رسوخ الإيمان يتحلى المرء بالصبر والاحتساب والرضا بقضاء الله وقدره.